سڵاتان لەبێ خوێندکارانی پۆلی 5 بە هیوای سەلامەتی و تەندروستێکی باش بۆ هەمووتان. بۆ دەرسی ئەم جارەشمان مواطن الصالح لەگەڵ ئاثار من الكردستان. مواطن الصالح واتە هاونیشتیمانێکی باش. أولاً أحافظ على الحدائق العامة وأبقيها نظيفة واتە پارێزگاری لە باخچەی گشتی ئەەکەم و بە پاک و خاوێنی ئەیهەڵمەوە. ثانياً أحافظ على نظافة أماكن العبادة واتە پارێزگاری لە پاک و خاوێنی شوێنی پەرستن ئەەکەم. ثالثاً أرمي النفايات في الأماكن المخصصة لها واتە خۆڵ فڕێ ئێمە ناو شوێنی خۆڵەوە یاخود شوێنی تەرخانکرا و شوێنی دیاریکرا و بۆ ئەوی خۆڵی تێفڕێ بدرێت. رابعاً لا أتسلق الأشجار المغروسة في الطرقات واتە ناچمە سەر ئەو دارانی کە لەسەر ڕێگاکان درانراوە پەلەکانی ناشکێنم. خامساً لا أقتلع الأزهار من على جانب الطرقات واتە لەسەر ڕێگاکان گوڵێ ناکەمەوە یاخود گوڵەکان ناقرتێنم. سادساً لا أرمي النفايات في المروج واتە خۆڵ فڕێ نایەمە سەر خاکەکە یاخود سەوزایی کاتێککە ئەچی بۆ سەیرانشر پێویستە خۆڵەکە کۆکەیتەوە و نێخیتە سەر ئەرزەکە. سابعاً أحافظ على نظافة جدران المدرسة واتە پارێزگاری لە پاک و خاوێنی دیواری قوتابخانەکەم ئەەکەم. ثامناً أحافظ على نظافة الصف وأثاثه واتە پارێزگاری لە پاک و خاوێنی پۆلەکەم و کەلوپەلەکانی ناوی ئەەکەم. المواطن الصالح أولاً أحافظ على الحدائق العامة وأبقيها نظيفة. أحافظ على نظافة أماكن العبادة. أرمي النفايات في الأماكن المخصصة لها. لا أتسلق الأشجار المغروسة في الطرقات. خامساً لا أقتلع الأزهار من على جانب الطرقات. سادساً لا أرمي النفايات في المروج. سابعاً أحافظ على نظافة جدران المدرسة. ثامناً أحافظ على نظافة الصف وأثاثه. آثار من كردستان واتە شوێنە کۆنەکان یاخود ئەو شوێنانەی کە لە کوردستان زۆر کۆنن. أولاً قلعة أربيل واتە قەڵای هەولێر. تقوم قلعة أربيل على هضبة مرتفعة واتە قەڵای هەولێر لەسەر گردێکی بەرزە. تعلو 415 متراً عن سطح البحر واتە 415 متر لەڕووی دەریاوە بەرزە. يحيط بها جدار متين مساحتها كبيرة جدا واتە بە دیوارێکی بەهێز دەورەدراوە و پانتایەکەشی زۆر گەورەیە. منارة أربيل واتە منارەی هەولێر. تعلو منارة الأربيل 36 متر عن الأرض واتە 36 متر لە ئەرزەوە بەرزە. هي مزينة بزخارف جميلة وملونة واتە بە زەخرەفەی جوانی ڕەنگاوڕەن ڕووپۆش کراوە. قاعدتها فريدة الشكل واتە ئەو قاعدەی مەبەستی ئەمەیە کە لەسەری دانراوە شکڵێکی جوان و ناوازەی هەیە. فيها سلمان يلتقيان أعلاها واتە دوو پەیشش لەسەرەوە بەیەک ئەگەن. قلعة آمدي واتە قەڵای ئامێدی. بنيت قلعة آمدي منذ سنين كثيرة على فوهة بركان ولا مثيل لها في العالم واتە قەڵای ئامێدی لە زۆر کۆن و دروست بووە لەسەر دەرگایەکی ئاگرین یعنی بورکان بۆ کە لەسەری دروست بووە و هاوشێوەی نییە لە جیهانە. قلعة شیروانە. تقع قلعة شیروانە في مدينة الكلار جنوبية محافظة السليمانية واتە قەڵای شیروانە ئەکەوێتە لە کەلارە کە ئەکەوێتە باشووری پارێزگای سلێمانیەوە. وهي تتألف من عدة طوابق متداخلة واتە لە چەند هۆمێک لە ناوە لە چەند هۆمێک پێدێت. آثار من كردستان. قلعة أربيل
تقوم قلعة أربيلة على هضبة مرتفعة تعلو 415 مترا عن سطح البحر، يحيط بها جدار متين مساحتها كبيرة جدا. منارة أربيل. تعلو منارة الأربيل 36 مترا عن الأرض. هي مزينة بزخارف جميلة ملونة. قاعدتها فريدة الشكل، فيها سلمان يلتقيان أعلاها. قلعة آميدي. بنيت قلعة آميدي منذ سنين كثيرة على فوهة بركان ولا مثيل لها في العالم. قلعة شيروان. تقع قلعة شيروان في مدينة الكلا جنوبية محافظة السليمانية، وهي تتألف من عدة طوابق متداخلة. باوكا كم دوي أوي دو موضوعتان خويندو بباشيلي تيجشن تمارين كاني حلقين. أم تمرينيان عمودي يكم أجيني بعمودي دوا. أرمي النفايات، لا أتسلق، لا أقتلع، أحافظ على. عمودي ثاني. في الأماكن المخصصة لها، الأشجار مغروسة في الطرقات، نظافة الصف وأثاثه، الأزهار من على جانب الطرقات. مع عمودي كم أجانب عمودي دوام. ما نتيجة كل عمل من الأعمال التي تظهر في الرسوم الآتية؟ وتحرك يقلم رسماناها إيشكك كإيشكك نتيجة كيتشيا. نرمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، وتخل فريقين أو شنيك بوي ترخان كراو. نتيجة كيتشيا به مثلا بارزغاري لسي أكين. يخرس الرجل الأزهار ويرويها، واتا أو بياوا قل أروينيتو آوي أو بخيوي أكا كواتا تشي أبي نتيجة كي. أم صريتر. يكتب التلميذ على جدران المدرسة وأثاثها، واتا أم تلبانا مخنكارانا لسد ديواري مكتبو كالوبالكاني شد أنوسن كواتا نتيجة كي تشي أبي أينوسي. ترمي الفتاة النفايات في النهر. أم كرانتشي أكن خول فرقين أم روبارو كواتل النتيجة أي روبارة كشي ليهت أي نسيت. باوكا كم أمنا أم لاوانيتو أجيني براس مكان. قلعة آميدي، منارة الأربيلة، قلعة الأربيلة، قلعة شيروان. وتحريكك أمدا ناو كانوا أوج راس مكانتو تنها أي جيني براس مكي. كومال معلومات يايونتي هريك لم معلوماتانا لجير رسمك أي نسيوات أو معلوماتانا بوتش رسمه بمناسبته هريك لو معلوماتانا لجير رسمك خويا أنسي. معلومات كان بنيت على فوهة البركان، تتألف من عدة طوابق متداخلة، يحيط بها جدار متين، هي مزينة بزخارف جميلة ملونة، مساحتها كبيرة جدا لا مثيل لها في العالم.